مساء الخير عليكم جميعا. وانا بقلب كده على الفيسبوك في موضوع شدني قوي. يعني انا عديت الهلس اللي بيحصل على السوشيال ميديا، عديت الاشكال اللي احنا بنشوفها على التيك توك، عديت مواضيع كتيرة قوي. بس في موضوع انا حقي كمواطن مصري انا لازم ارد عليه. ميس سماح انور، اولا انا ما بحبش تمثيلك ولا بعترف بيه. لو حضرتك بتفرقي بين ان احنا شعب وحضرتك فنانة نوع بشري جديد، حضرتك من كوكب تاني، فانا عايز اقول لحضرتك انك مش فنانة. بكل احترام، حضرتك مشهورة لان في فنانين كتير قوي ما طلعوش للضوء او ما ظهروش في الكاميرا، بمعنى تاني ما خدوش الفرصة. كان ممكن يكون احسن من حضرتك. حضرتك الحرفي فنان، اللي بيسمع فنان، اللي بيتكلم فنان، اللي بيتفرج على مشهد او عمل فني وبيقول رأيه بكل ايجابية وبحس فني، فحضرتك ده برضه فنان. وفي يا فندم شخص فنان في عمله، ايا يكن العمل ده، مش مجرد ان هو بيعرف يعمله، لا هو حضرتك بيعمله بفن باتقان. وحضرتك ما ينفعش تقولي على نفسك فنانة، احنا اللي نقول الشعب الجاهل زي ما حضرتك وضحتي. لكن للأسف الشعب الجاهل ده بكل احترام هو اللي صنع حضرتك. من غيره حضرتك ما كنتيش هتبقي فنانة. مع تعليق تاني برضو ان حضرتك بتقولي اللي احنا كشعب رمينا كرامتنا في الارض. احنا ممكن نرمي كلامك وما نركزش فيه، ممكن نعتبر ان حضرتك يا فندم ما تكلمتيش اصلا، لان بكل صراحة حضرتك مش حد مؤثر، وكرامة المصري فوق الجميع والتاريخ يشهد بذلك. حضرتك احنا ما نقدرش نعيش من غير كرامة، زي الدم اللي بيجري في عروقك ده بالظبط. احنا النيل اللي احنا بنشرب منه ده وحضرتك بتشربي منه ده حضرتك بيكون فيه كرامة برضه، كرامة مصريين. فبلاش نتكلم عن الكرامة، علشان احنا لو ما عندناش كرامة كنا قبلنا اللي احنا نحتل من زمان قوي. لكن لو حضرتك بتقري في التاريخ او فاهمه تاريخ هتعرفي اللي احنا قاومنا كل الاحتلالات اللي مرت على عصور المصريين. وبعدين حضرتك قلتي احنا خط احمر، ما اكيد احنا خط احمر، اكيد مش خط المارد يعني. ده مش محتاجين اللي انت تقولي حاجه زي كده. ولولا انك من الشعب المصري الجاي اللي حضرتك اهنتيه ده، كان رد فعل المصريين كان هيبقى مختلف تماما. لكن ده من اخلاق المصريين برضه، واحنا مستغربين بس متفاجئين من رد فعلك. تمام، حضرتك ده ذوق واخلاق فنان؟ لا. طريقة كلام فنان؟ لا. طيب الفنان بيؤمن بالحرية، هل حضرتك احترمت الحرية او حرية الرأي؟ لا، بل بالعكس انت عايزة تتعدي على حقوق ملكية شخص، يعني حاجة تخصني وحضرتك بتلوميني على طريقة استخدامها. حضرتك يا فندم مع احترامي الكل الشديد لأي قرار فني أو أي هيئة، إن لازم المكان يكون فيه يافطة هنا يركض فلان، ما عنديش أي مشكلة. بس لو مش هتعدى على حقوق حد غيري، حقوق ما تخصنيش، دي ملكية خاصة بيا، أنا وافقت تمام، ما وافقتش ما فيش أي مشكلة. طيب هو راجل ما بيقدرش الفن، مش مشكلته، ده هو ما بيحبش الفن. على سبيل المثال فلنفترض هو راجل بيقدر التجارة، بيقدر السياسة، بيقدر الاقتصاد، بيقدر أي حد في الشارع عنده، بس كيفه ما يقدرش الفن، براحته. ممكن حضرتك بقى لو تملكي الشقة أو العقار تقدري تعملي فيه اللي انت عايزاه. ممكن حضرتك تأجري منه، ممكن حضرتك تأجري يافطة فوق السطح كده هنا يركض فلان الفلاني بابا ماما، انما مش بالعافية ومش بالطريقة دي. وما تسيئيش ليه ولا تسيئي لأي حد، هو عنده وجهة نظر احترميها زي ما انت عايزة اللي احنا نحترم وجهة نظرك. لا يمكن لا يمكن دي تكون اخلاق فنان. انا دخلت مسرح ودرست تمثيل وعرفت يعني ايه اخلاق فنان لو بنسبة 10% اللي انا فهمته وكسبته. اه تمام، الفنان بيكون مميز، بس مميز برضه باخلاقه، ما بيتعلاش على حد، ذوقه بيكون فني راقي. يا فنانة، المصريين اللي مضايقين حضرتك عمرهم ابدا 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 ما تقبلوا الاساءة ليهم.
لان احنا ما بنتقبلهاش من بره، ما بنتقبلهاش من الاحسن منك، هنتقبلها من حضرتك؟ اكيد طبعا. وده رد بسيط جدا وبكل ذوق وفن راقي. انا رديت على حضرتك لان فعلا الفيديو ضايقني جدا، وهو مش مجرد حاجة هلس او اي حد عمل فيديو وخلاص، لا، ده حضرتك فنانة. انا اللي بقول لحضرتك فنانة، وليكي برضو اعمال فنية. وحضرتك مش فنانة يعني جديدة لسه ممكن ما يكونش عندك خبرة، لا، حضرتك حد مخضرم كبير في السن، فاهم اللي هو بيقوله كويس. لكن كل اللي انا اقدر اقوله لحضرتك، انت خسرت كل جمهورك اللي كان متابعك وكان بيحبك وكان بيحترمك، لان بكل بساطة مفيش اي حد بيحترم حد ما بيحترموش. وشكرا وكامل التقدير، وده كان حرية رأي وكنت بعبر، وحضرتك كفنانة وفنانين اكيد هتفهموا ده كويس. شكرا.